من 1984 مدرس بمدرسة عزبة الثلاثة الابتدائية، ساكن بكفر سعد دمياط. أنا اقتنعت بفكرة الدولة الإسلامية سنة 2015 من خلال واحد صاحبي اسمه السيد غازي كحلة. كنا بنجيب إصدارات للدولة الإسلامية نتفرج عليها. الإصدارات دي فيها فيديوهات عبارة عن عمليات بتنفذ في سيناء وفي سوريا. بعد كده عرفت إن هو بيتواصل مع أحد قيادات الدولة في سيناء، وعرفت إن هم طلبوا منه إن هو يسافر ياخد دورة شرعية ودورة تدريبية هناك. فهو بالفعل سافر، ولما رجع طلبت منه ان انا اسافر، فنسق لي وسافرت في منطقه، قعدت في منطقه اسمها منطقه الشيخ زويد، اخدت فيها دوره شرعيه وبايعت هناك. ولما بايعت رجعت تاني بلد دمياط. لما رجعت عرفت ان هو بيتواصل مع واحد اسمه الحركي نور ده بيكلمه على برنامج اسمه التليجرام. نور ده طلب مننا ان احنا نرصد اماكن اقسام الشرطه والكنائس والضباط. وبالفعل رصدنا محل الخمور في منطقة راس البر لأحد النصارى، وعملنا تقرير ورفعناه لنور عن طريق التليجرام. فنور لما شاف التقرير طلب مننا ان احنا ننفذ العملية، نجهز عبوة، وبعت لنا مواد العبوة اللي هنصنع بيها. وأثناء ما احنا بنجهز العبوة طلب مننا، قال لنا ان في واحد اسمه الحركي وليد ده عرفنا بعد كده ان اسمه الحقيقي حمزة عبد الرحمن جاد. قال لنا حمزة ده، نور ده قال لنا ان حمزة هو اللي هيلبس حزام ناسف بعد ما العملية تتم، هيخش في الجنازة بتاعت النصارى وهيفجر نفسه. بالفعل بعد ما جهزنا العبوة أخدت حمزة ورحنا راس البر عند محل الخمور. حمزة حط العبوة وأنا قعدت في المحل المقابل لي أرصد المكان، وكان السيد غازي ده واقف في مكان بعيد مع جهازة المتفجر عن بعد هيفجر العبوة. لكن العملية فشلت ورجعنا تاني بلدنا، رجعنا البيت. وبعدها بيومين عرفت ان الشرطه اقتحمت المكان عند السيد في الشقه بتاعته. فلما عرفت رحت اخدت حمزه وهربنا. كلمنا نور، فنور ده طلب مننا ان احنا هنسافر اسكندريه، هنقابل واحد اسمه سفيان في منطقه اسمها منطقه الهانوفيل. قابلنا سفيان في منطقه الهانوفيل، قعدنا معاه تقريبا 40 يوم. كنا قاعدين في الشقه، ما كانش حد بينزل من الشقه ولا يطلع، الا كان سفيان كان بينزل يجيب لنا الطلبات للاكل والشرب والحاجات اللي احنا عايزينها. وبعد 40 يوم طلب مننا سفيان، قال لنا ان نور طلب منه ان هو يقول لنا ان احنا هننفذ عمليه انتحاريه.